تعالوا النهارده نعمل ساندوتشات البرجر، بس مش هنعمل البرجر عادي لأ، ده إحنا هنعمل برجر أحلى من المحلات مليون مرّة. ساندوتش البرجر مش عارفة برّه البيت بقى وصل كام، لأ إحنا هنعمله أحلى وأنضف وحاجة كده لحمة صافي، وأوعدِك بعد طريقة البرجر بتاعة النهارده وبعد التريكات اللي إحنا هنقولها إن شاء الله، بس تابعيني لآخر الفيديو، مش هتشتري برجر من برّه تاني. إحنا بكيلو لحمة هنعمل 16 أو 17 قطعة برجر، بكيلو اللحمة. نبتدي يالّا في الوصفة بتاعتنا. مبدئيًا هاحتاج كيلو لحمة، بس ما بيبقاش دسم أوي، يعني مش زي الكفتة لأ، أنا محتاجة نسبة دسم قليلة حوالي 10%. وهاحتاج مع كيلو اللحمة كوباية فول صويا، أيوه كوباية فول صويا بس أختار نوع كويس. فول الصويا يا جماعة مفيد جدًا، يعني النباتيين في العالم بيعتمدوا في الفول الصويا على أكلهم. باحط مَيّة سخنة على الفول الصويا كده واسيبه على جنب، وبعدين باجيب بصلايتين كده على كيلو اللحمة باجيب بصلتين وسط كده، أقطّعهم زي ما أنتم شايفين كده جوايح، وبعدين أجيب طاسة أحط عليها زبدة وأسخّن الزبدة وابتدي أشوّح البصلة. أنتم مش متخيّلين تشويحة البصلة دي بتفرق إزاي. البرجر ما يتحطّش عليه يا جماعة بصل ني، بصل ني هتيجي طعم الكفتة. تشويحة البصلة دي لمّا هنشوّحها كده في الزبدة هتعمل طعم جميل جدًا، هتسكّر البرجر وفي نفس الوقت مش هيدّي لذعة البصل، هيدّيكِ كده طعم محروق شوية كده. بعد ما شوّحت البصل كان ال الب الف الف ال فول الصويا بتاعي خلاص يعني اتبل. باجيب بقى يكون نفش كده زي ما أنتم شايفين الكوباية كده بتكون نفشت. بابتدي بقى إيه أصفّيه كده من المَيّة وابتدي إيه أحطه في الطبق اللي أنا واضيف عليه البصل. أنتم على فكرة يا جماعة فول الصويا مش بيعمل طعم، بس هو بيعمل سُمك للبرجر وبيدّي له طعم برّه بالضبط، ومش هيخلّيه كِش منِّك. صدقيني امشي على الخطوات دي هيطلع منِّك البرجر خطير جدًا. وبعدين بابتدي بقى أجيب فول الصويا والبصل أضربهم مع بعض بحيث يتعجنوا، أهم حاجة ما يبقاش البصل باين. أنا بعد ما عملتهم بالكبة الصغيرة بتاعتي دي، رُحت فرمتهم مع اللحمة، يعني حطيت الفول الصويا والبصلاية المشوحة دي على اللحمة، وفرمتهم تاني في المفرمة، لإن لازم لحمة البرجر يا جماعة تكون مفرومة كويس زي ما أنتم شايفين كده. يعني أنا فرمته الأول اللحمة كنت فارماها وش أول، وبعدين مع فول الصويا ومع البصلاية فرمتهم وش تاني. ابتدي بقى أحط بهارات البرجر. أنا مبدئيًا حطيت معلقة ملح وفلفل، واستخدمت كيسين من برجر يعني خلطة البرجر الجاهزة. استخدمي بقى أي نوع، أنا عن نفسي النهارده استخدمت خلطة الضحى، هي كويسة. أنا كنت باستخدم نوع قبل كده بس يعني دلوقتي غيّرت للضحى. بهارات البرجر بتبقى جميلة جدًا ومتميزة وطعمها بيبقى مضبوط. أهو بصوا بقى شكل البرجر بقى عامل إزاي. أنا عايزة بقى تتعجن العجينة أعجنها كويس، يعني تتعجن عجينة البرجر اللحمة تبقى متداخلة كده في بعض بالمنظر اللي أنتم شايفينه. بعدين بقى ابتدي أشكِّل البرجر بتاعي. أهو بُصّوا أنا باجيب بقى قطّاعة البرجر بتاعتي يتحط فيها البرجر، وأهم حاجة إن هو يتكبس ويتكبس كويس أوي. يعني أهم حاجة إن البرجر يبقى مكبوس. وباجيب كيس بلاستيك بادهنه زيت، وبادهن برضه يا جماعة في المكبس نفسه زيت عشان ما تلزقش. بُصّوا تطلع بسهولة إزاي، وألِف بقى بالكيس. الكيس يا جماعة أنضف من ورق الزبدة مليون مرّة، لإنه ما بيلزقش. ما فيش هاوريه لكم وأنا بافُكُّه بعد كده بيتفك إزاي بسهولة. أنا يا جماعة لمّا باجيب اللحمة بتاعة الشهر لازم كل شهر من كيلو لحمة آخده أعمل بيه برجر وأسيبه كده في التلاجة، يقعد في الكيس البلاستيك في أي لحظة تفكيه يطلع بمنتهى السهولة. الكيس مدهون كده يعني أنا بس يا دوبك الفرشة حاطة بس فيها زيت، يعني مش كل مرة بادهن زيت يعني أهو. بُصّوا منظره، بُصّوا سمك البرجراية، أهو كيلو اللحمة عمل لي 16 برجراية من دي. يعني كمان عملت كام واحدة تخان يعني، لكن أنا كنت عملت كان هيطلع أوفر، يعني سمكه أقل يعني. وبعدين شِلتهم في الفريزر وبدأت بقى أشتغل في الصوص اللي أنا إيه، هاعمل بيه بقى البرجر. ده بقى صوص يا جماعة خطير جدًا. ده بقى أحلى من كل محلات البرجر اللي بتاكلوه برّه. عارفين صوص في محل كده مشهور أوي ليه صوص مشهور كده، هو ده نفس الصوص ده. باجيب مايونيز، أحط عليهم كاتشب 4 معالق مايونيز و3 معالق كاتشب، يعني الأساس المايونيز، ومعلقتين مستردة. وبعدين أجيب خيار مخلل أنا مقطعاه قطع صغيرة كده. وبعدين باجيب بصل أبيض بقى، بصل صغير كده أنا بابقى قاطعاه، بس بصل أبيض يا جماعة ما يبقاش أحمر. الأبيض هو اللي بيدّي الطعم ده. بصل بقى مع الخيار المخلل مع الصوص ده بيبقى طعمه خطير. ده صوص يا جماعة مشهور جدًا من صوصات ميك على فكرة. يعني ده صوص بجد مشهور بتاع ماك وجرّبوه هيعجبكم الطعم جدًا. مايونيز على الكاتشب على الخيار المخلل، وده بقى chili sauce أنا بقى باحطه عشان إيه، يدّيني كده إيه chili sauce بيبقى فيه سِنّة توم بسيطة وبيبقى حراق، بيعمل طعم للصوص رهيب. أهو الصوص بتاعي كده خلص بقى، ده اللي أنا هاحطه base في الساندوتشات بتاعتي. امشوا على خطوات الصوص ده وامشوا على خطوات البرجر، بجد هتدعوا لي مع كل التريكات اللي أنا هاقولها لكم في النُص يعني. بعد كده بقى هابتدي مرحلة إن أنا أعمل البرجر نفسه. باجيب زبدة على النار، عايزة طبعًا تعمليه بزيت اعمليه، بس أنا باحب طعم الزبدة أكتر، وهو بيبقى الزبدة بيبقى طعمها أحلى وأطعم يعني. أهو بُصّوا البرجر،
بُصّوا طالع من الكيس بمنتهى السهولة إزاي، بُصّوا فَك إزاي، ولا بقى لزق ولا جِبت سكينة وقعدت أطلّع بين ورقة وورقة. الكيس جميل جدًا يعني، كل واحدة ملفوفة في الكيس بتاعها، أنا باحطهم في علبة في الفريزر، يعني ما شاء الله يقعد معاكِ شهرين 3 يعني، أنا ما بيكمّلش عندي شهر عشان أنا طبعًا الأولاد عندي بياكلوه على طول. آه، كل برجراية تقعد يا دوبك على كل وِش 5 دقايق بيبقى البرجر استوى، أهم حاجة يتحط على نار وسط مش واطية، يعني ما توطّيش النار أوي عشان ما يكشِّش منِّك البرجر. أهو، بُصّوا بقى شكله. خلص كده البرجر، ابتدي بقى أجيب الجبنة الcheddar بتاعتي. أنا يا جماعة باستخدم الجبنة الcheddar عادية، باجيب جبنة cheddar مصر دي يا جماعة جبنة cheddar صفرا بيسموها red يعني، بيجيبوها بيسموها cheddar حمرا. أنا ما باستخدمش الslices اللي هي بتبقى في الورقة دي، دي أحسن 100 مرّة، أولًا أرخص وأوفر، ثانيًا فعلًا طعمها أحلى، طعم الجبنة فيها طعمها أحلى. باجيب الجبنة دي بقى أنا ما باحبش الslices يعني، وجرّبوا الجبنة دي اللي هي الcheddar العادية اللي في السوبر ماركت. بس تبقى يعني أنا النهارده بس مستخدمة اللي هي الشيدر الحمرا، بس يا دوبك تتحط بس والبرجر سخن هتبتدي تسيح هي لوحدها. بُص هي ابتدت تسيح أهي فوق البرجراية، ما شاء الله الجبنة عشان حلوة دي بتبقى دسمة، بتعمل طعم كده فوق الSauce بس. وابتدي بقى أجيب أنا كمان هاحط فوق ده روز بيف يا جماعة، أنا هاحطه فوق الجبنة، باجيبه برضه بابقى شايلاه في الفريزر عندي، باجيبه قطع، قطع على قد الساندوتشات بتاعتي، وابتدي أحطه إيه يا دوبك يتشوح كده يعني يا دوبك والطاسة سخنة بس. بُصّوا حتى هو باشيله بإيدي يعني عادي، ياخد بس تشويحة بيدّي طعم جميل جدًا، الroast beef ده بيبقى مدّيكِ طعم طحينة كده. بُصّي أنا هاخلّيكِ تعملي ساندويتش برجر النهارده رهيب، عايزة تستغني طبعًا الroast beef ده ممكن تستغني فيه. وبعدين نفس الطاسة بقى باجيبها، باحط فيها معلقة زبدة كده صغيرة، وابتدي بقى أجيب العيش اللي أنا هاعمل بيه الساندويتش، وابتدي أحمّص العيش. تحميصة العيش دي يا جماعة بتفرق خالص، خالص في الطعم. ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس هي الخطوة دي مهمة جدًا في طعم العيش، لإن بتخلّي العيش ما يشربش الصوصات اللي هتتحط فوقيه، يعني حتى لو الساندوتش قعد قدامِك ساعة، ساعتين، العيش ما بيبوظش، يفضل العيش محتفظ بنَفْسه. بُصّي أهو، بُصّي اتعمل إزاي بيبقى جميل، ده غير طبعًا هو بيدّي له طعم حلو أوي يعني، طعم مدخّن كده مع البرجر. وبعدين بقى هابتدي أعمل البصل المكرمل والمشروم، طبعًا دي خطوة زيادة للناس اللي بتحب البصل المكرمل وبتحب المشروم. في ساندوتشات برّه بتتباع لازم يبقى فيها البصل المكرمل والمشروم، ده بصلتين أنا مقطّعاهم كده جوانح ومعاهم مشروم، باجيبهم بقى على طاسة على النار. بُصّوا البصل المكرمل يعني أنا باقول لِك هو أنتِ ممكن تستغني عن الخطوة دي بس هو طعمه رائع، 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 وامشي على الخطوة بالطريقة اللي أنا باعملها الصوص بتاع البصل المكرمل ده رائع، بنعمله بصوص الباربيكيو. باجيب زبدة واحط فيها البصل المكرمل وابتدي أقلّب كده البصل قصدي بتاعي الجوانح، وابتدي بعد كده أجيب معلقتين سكر أحطهم عليه، ما هو مكرمل يعني محطوط عليه سكر. بُصّوا، طعمه رائع. وبعدين بقى بعد ما أضيف السكر بقى وابتدي أقلِّب كده، أول ما ألاقيه ابتدى يدبل كده وهيبتدي يدخل في السِوَى باضيف معلقة ملح وحاجة بسيطة جدًا من الفلفل، يعني يا دوبك حاجة صغيّرة أوي يعني. وبعدين أبتدي أضيف مَيّة، شوية مَيّة مغليين كده صغيّرين ويبتدي بس أسيب البصل كده مع نَفْسه ي يستوي يعني، وأضيف بعد كده الملح والفلفل. أنا حطيت المَيّة الأول هنا. وأول ما ابتدي بقى أسيبه بقى وأوطّي عليه كده وأسيبه يستوي مع نَفْسه. ده الملح والفلفل، وبعدين يا جماعة أكون مقطّعة المشروم بقى ومجهّزة المشروم بتاعي، بحيث أول ما البصل المكرمل بتاعي خلاص هيدخل في السِوَى، هاحُط معاه المشروم، لإن المشروم ما بياخدش وقت على النار زي ما أنتم عارفين. أهو، باحُط بقى المشروم ابتدي أقلِّب كُلّه مع بعضه، طعمه خطير، خطير. البصل مع المشروم ده طعمهم جميل جدًا. طبعًا ده يا جماعة لو في حد ما بيحبّش المشروم، فأنتِ ممكن تعملي المشروم لوحده، بس أنا عشان أنا حاطّاهم مع بعض عشان بيبقى طعمهم أحلى مع بعض. وبعد كده بقى آجي أحُط عليهم صوص باربيكيو. صوص الباربيكيو بيدّيهم طعم جميل أوي، وكده خلاص بصل المكرمل بتاعي خلص. أبتدي بقى أحلى حاجة في الدنيا بقى إن أنا إيه، أبتدي أرُص الساندوتش. أجيب العيش بتاعي طبعًا أكون مقطّعة خَس كده على جنب، أحُط الصوص، بُصّوا بقى الصوص الخطير بتاعنا، خطير، خطير يا جماعة. اعملوه بس وهتدعوا لي، أنا متأكدة إن أنتم هتدعوا لي. أحُط الصوص طبعًا في الجنبين بتوع الساندوتش الوشّين، كده أحُط البرجراية بقى الخس الأول، وبعدين نحُط بقى خس شوية،
أحط البرجر بقى بتاعي بحتة الجبنة، واحط فوقيه تركي الroast beef بتاعي، ممكن تستخدمي تركي مدخن على فكرة، بس التركي إن شاء الله هاخلّيه لمّا نعمل ساندوتشات برجر فراخ، وبعدين باحط فوقيه البصل المكرمل، واحط بقى فلفل حالبينو، ممكن تحطي خيار مخلل. ما فيش داعي، أنا مش حاطة بصل طبعًا مش كده، لإن أنا حاطة البصل والخيار كمان في الصوص، فأنا عشان كده ما حطيتش خيار، حطيت فلفل حلبينو. بُصّي بقى الساندوتش، بُصّي جماله، أحلى من أي ساندوتش ممكن تاكليه برّه البيت. أنا عايزاكِ تعملي الساندوتش ده تاكليه وتتبسطي أنتِ وأولادِك في البيت، وعد مني والله مش هتجيبي برجر من برّه تاني. شوية بطاطس محمرة كده عملت لهم أكل المطاعم في البيت وأحلى 100 مرّة والله. أتمنى أنتم تجربوه وأتمنى إنه يعجبكم وإن شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا.